راجل خلقه حلو، ليه بنحط فلتر؟ ليه بنحط فلتر؟ الاقي واحده عندها 80 سنه حاطه فلتر، هي بتتنكر، هي كده فاكره نفسها ان هي بتحلو، لا هي بتتنكر، هي انت مش انت اصلا. الفلتر ده مخليكي شخصيه تانية، شخصيه كرتون، شخصيه خياليه، بس انت حاطه في دماغك، ضحكت على عقلك وقلت ده شكلي اصلا، ده شكل، ده يا دوبك شويه تحسينات، شويه تحسينات في البشره، وهي اصلا انت مش انت اصلا. في ترند طالع اللي هو لو راجل شيل الفلتر من على وشه، اللي هي البنات بتحط فلاتر يعني، فهي لو قلبها جامد تشيل الفلتر فشكلها الحقيقي يظهر، يعني الناس تقول لا هي كده واثقه في نفسها. فليه مش بحط فلتر؟ عشان الفلتر مش بيمشي معايا في الشارع، انا بمشي بالشارع بوشي مش بفلتر. الفلتر ده حاجه بيني وبين الشاشه والجمهور بيشوفني، لكن الجمهور في الحقيقه لما بيشوفني او المتابعين بيبقى من غير فلتر، فانا ليه احط فلتر؟ ليه اضحك على نفسي؟ كميه ناس بتحط فلاتر. هو الفلتر ده انا حاسه ان احنا عقلنا بعد كده هيستسلم ان احنا نبقى ماشيين في الشارع حاسين ان في فلتر، يعني مثلا ايقونه كده على الوش عليها فلتر احنا ماشيين بيها. عارفين انتوا الناس في الزمن المستقبل؟ انا حاسه ان احنا هنبقى كده. فيها ايه لما اطلع بوشي الحقيقي، وشي الطبيعي بعيوبه، مره تعبانه، مره حلوه، مره شكلي جميل، مره شكلي عادي، مره شكلي وحش. ساره، انا يا جماعه ليه اطلع لكم برموشي طويله قوي واقعد اعقد بنات في الاخر خالص انا اصلا حاطه فلتر رموش وانا اصلا زيها؟ ليه طيب؟ على فكره انا بقيت بعمل فيديوهات اول ما باجي، ليه؟ لان انا بكسل لما باجي اعمل فيديو هادف، بكسل ان انا البس فما بعملهوش. فانا لما ببقى طالعه اقول انا لازم اعمل الفيديو الهادف دلوقتي وانا لابسه عشان الناس تحترم الكلام. كان في حد عايز يبعت لي كريمات اعمل عليها ريفيو كده، فانا قلت للبنت انا عندي ضمير، وقعدت اسالها على مكوناته وعلى تاريخ صلاحيته وعلى استخداماته، تمام؟ قلت لها عشان انا مش هطلع اقول اي كلام، ده بشره انسان. فهي لما خدت بالها وانا قلت لها ان انا ما بحطش فلاتر ما بعتتليش المنتج. تخيلوا، اللي هو اصلا الفلتر كده كده محلي وشي، فهي هتقول ان الكريم هو اللي محلي وشي، هو الفلتر. لا انا ما بحطش فلاتر. ولما باجي اعمل ريفيو عن هدوم ما بحطش فلاتر. لما اجي اعمل اي حاجه، اي ريفيو او انا عمري في حياتي ما حطيت فلتر. انا بقالي 6 سنين بصور فيديوهات عمري ما حطيت فلتر، بطلع بوشي والناس بتعرفني وانا ماشيه في الشارع. انا قبل كده كنت نازله مكتبه لابسه اسدال كده، قالوا لي هو انت ساره؟ عرفوني، ما عادوش يفكروا بقى هي دي ساره ولا لا، ده اصلا هي شايله الفلتر. ليه السمعه دي؟ هو احنا ماشيين في الشارع بفلاتر؟ انا ليه اضحك على نفسي؟ ليه اقول انا حلوه وزي الفل، انا حلوه وست الكل، واول ما بشيل الفلتر الله الله ايه ده ايه ده ايه ده، ليه اتخض؟ طب ما انا وشي اصلا انا راضيه بخلقه ربنا، اطلع بوشي بعيوبه صح؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه طيب؟ ما احنا نرضى بخلقه ربنا، وانا هربع لكم والله، نرضى بخلقه ربنا. والفلتر ده حاجه اختراع فاشل. انا كنت حاسه ان الفلتر ده عاملينه زي حاجه تنكريه، حفله تنكريه على البتاع، بس هي الناس بقت ماشيه بيه. في ناس بتحط فلتر عين ملونه ورموش ومكياج كامل ويقعدوا يختاروا بقى، يقولوا ايه ده الفلتر ده مش لايق على وشي، لا ده لايق على وشي. طب ما تطلعي بوشك، تطلعي بوشك، ده ايه الخنقه اللي احنا فيها دي؟ اهو اهو من غير فلتر، في عيوب عادي، دي عيوبي اللي انا مولوده بيها، عيوبي اللي انا بمشي بيها في الشارع. هو انا بمشي بالشارع بفلتر؟ حتى المكياج انا بلاقي الناس بتحط طبقات محاره، يعني انت هتخلص امتى؟ انت هتشطب امتى يا عم؟ يعني أنا ممكن نحط مثلا حاجه بسيطه كده. في فرق لما يكون في حد في عيب في وشه، يعني ساعات مثلا بيطلع لي بقعه محترمه كده هنا ببقى عايزه اخبيها لو رايحه مشوار مهم، لو انا مش رايحه مشوار مهم ما بخبيهاش. الحوارات كترت، حتى الرجاله دلوقتي حواراتها كترت وبيحطوا فلاتر وباروكات وشنب ها، مش البنات بس. اقول لكم انا هتنفس الترند ده يخلص، ويا ريت الفلاتر دي تتلغي. ماشي، باي باي.